ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نسمة وصفات سهلة وبسيطة. هنعمل بقى النهاردة العيش الشامي الجميل اللي ريحته بتجيب اخر الدنيا دي. بصوا جميل ازاي ما شاء الله، وسهل جدا يا جماعة. يلا بقى هنعمل المقادير. معانا كوباية من اللبن. اللبن يكون دافي دافي مش سخن، ومعلقة كبيرة من السكر، وهنحط عليهم كيس من الخميرة اي نوع، بس لو انتي مش متاكده اللي هي حلوه ولا مش حلوه. هنعمل الاختبار ده. انا بصراحه كنت اول مره اجيب النوع ده، فقلت لا نعمل الاختبار وبالمره اوريهولكوا كمان بنعمله ازاي. لو انتي متاكده اللي هي حلوه خلاص اشتغلي على طول، بس اهم حاجه تكون اللبن دافي مش سخن، عشان لو سخن هيقتل معاكي الخميره. بدات بقى اضربها انا بالمعلقه الاول، حسيت ان هي هتكتل، قلت لا اضربها بالمضرب احسن. بعد ما هنضربها كويس جدا وهتلاقيها بقى خلاص اللي هي كلها دابت، نبدأ بقى نغطيها بستريتش او بطبق عادي، يعني خلي الامور تبقى اسهل يعني. لو عندك طبق هيحكمها كويس ابدأي حطيها لمدة 10 دقايق كده، هتلاقي بدأت تتفاعل وعملت الرغاوي بالشكل ده. نبدأ بقى ننزل بكمية من الدقيق اللي هي قد ايه 4 كوبايات من الدقيق. بعد ما نخلتهم بدأت حطيتهم على المقدار اللبن والخميرة. هبدأ أنزل بمعلقتين كبار من الزبدة السايحة وتكون دافية، ورشة ملح بالشكل ده، وهبدأ بقى أقلب كل ده مع بعضه، وهبدأ بقى أعجن العجينة. أنا حطيت كوباية من اللبن، لو انتي مش عايزة لبن أصلا خالص حطي مية، لو عايزة كله لبن حطي، لو عايزة نص ونص. أنا عملت كده قلت يعني ايه، بين البنين كوباية لبن، وهتشوفوا بقى معايا ان هنحط قد ايه مية. جبت كده كوباية مية بردك دافية، كل الحاجات اللي هحطها دافية يعني زي دمعة العين كده. حطيت نص كوباية الأول، وهبدأ بقى بردك أعجن. وانا مش بقولك المقدار بالظبط، هو الكوباية من اللبن مقدار المية ده انت بتتحكمي فيه على حسب نوع الدقيق. في نوع بيقبل المية معاكي سوائل يعني، في نوع بيطردها. فانا حطيت ربع كوباية تاني اهو. انا حطيت كده قد ايه بالظبط؟ كوباية الا ربع معايا انا مظبوط. العجينة طرية ملمسها حلو، بس هبدأ بقى هي منعكشة. هبدأ بقى أعجن فيها كويس جدا لحد حوالي 10 دقايق. اقعدي عجيني فيها لحد ما تبقى ملمسها معاكي ناعم. على فكرة أنا عندي عجان ممكن أعجن فيه، بس أنا قلت أقولكوا اللي يعني الموضوع ممكن يبقى سهل، ولو في أي حد مش عنده عجان يعمله برضك، ما يقولش مثلا أنا مش عندي عجان ولا كده ومش هقدر أعمله. فإن شاء الله أنا هبوريهولكوا يعني، بس أنا حبيت برضك إن أنا أوريكوا إن إحنا ممكن نعجن عادي بإيدينا. بصوا بقى كده ما شاء الله اختمرت وبتاع، معلش انا اسفه. اتعجنت بقى كويس جدا. جبنا بقى الطبق اللي احنا عجنا فيه وحطينا بقى فيه العجين، وهنبدا بقى نرش عليه رشه من الدقيق ونغطيه بالاسترتش يسيبه يخمر. وغطيته كمان بالفوطه. اخد معايا قد ايه؟ بتاع حوالي ساعه. ما شاء الله ما خدش معايا وقت قوي. ما شاء الله كده اختمر العجين اتضاعف. هنبدا بقى نعين بقى الاسترتش من عليه، وعلى الرخامة بقى وعلى الكونتر بتاعك او على الترابيزة او اي حاجة تفردي عليها. ابدأي بقى نزلي العجين. الاول حطيت رشة من الدقيق ونزلت بقى العجين عليها. بصوا ما شاء الله ملمسها جميل ازاي. وبدأت بقى كورتهم وغطيتهم، وهمسكها اغطيها لمدة بس 10 دقايق، العجين بس يرتاح مكان ما انتي كورتيه. وبعد كده بقى ايه هروح بقى هبدأ بقى افرده. حطيت رشة من الدقيق، واول واحدة انا بدأت كورتها هي اللي انا هبدأ بيها. بصوا خلاص هو ارتاحت يعني مسافة اصلا ما انتي هتكوري كله. ابدأي على طول اشتغلي، هتكون اول واحدة خلاص هي ارتاحت عامة. ابدأي بقى بططيها كده بس بالراحة مع العجين، يعني خليكي ايديكي لينة ما تبقيش قاسية شوية وانتي بتبططي. هحط كمان رشة من الدقيق وهبدأ بقى افرد بالفرادة من النص. وابدأي افردي عشان العجين يطلع معاكي مظبوط، يبقى مدور ومظبوط. اي عجين عامة ابدأي افرديه من النص. عجنته يا جماعة سهلة وبسيطة والله جدا، ومقاديرها لحد ما ان شاء الله تكون متوفرة عند اي حد. واعملوه في البيت لو اتزنقتي في اي عيش، او ان شاء الله في رمضان كل سنة وانتم طيبين في سحور او في فطار يعني. جبت بقى معايا الترابيزة بدأت رشيت عليها رشة من الدقيق، او لو عندك صينية كبيرة. بص ده السمك اللي احنا بنفرد السمك بتاع العيش يعني، ولا هو تخين ولا هو رفيع قوي. يعني مش رفيع زي الرقاق، واتخن من الرقاق بشوية. بصوا ما شاء الله عمل كمية حلوة معايا. ما شاء الله جميل ازاي. هو باين في الكاميرا اللي هو كبير، بس هو اصلا صغير يعني. انتي الحجم ده بتتحكمي انتي فيه براحتك. كل واحد على حسب ما انتي عايزاه، كبير سو اصغر من كده. المقاس ده بتاعك انتي. زي ما قلتلكوا بقى كل عجين بعد ما بفرده بمسكه اغطيه. اهم حاجة عشان ما ينشفش وشه ما ينشفش.
واول واحده بردك انا بدات فردتها هي اللي انا هبدا احطها في الطاسه. جبنا الطاسه وعلينا عليها قوي، خليها تسخن قوي قوي، وبعد كده بدات اخليه النار متوسطه، وهيبدا بقى ينفخ معاكي. بص هتشوفي كده شكل واحساس انتي بقى وانتي بتشوفي اللحظه دي، هتبقي فرحانه جدا. وفرحي بقى اولادك معاكي لو عندك يعني اطفال، ابدأي وريهم يعني الشكل وهو بينفخ كده، بصراحة جميل جدا، بيفرح كبير وصغير. بصوا ما شاء الله عمل معاكم زي انا ما حاولتش ان انا اقطع، يعني اقطع الفيديو، خليته اللي هو يبقى كامل عشان تشوفوه لحظة بلحظة وهو بينفخ اصلا. بصوا ما شاء الله جميل ازاي. عايزه اقول لكم ما شاء الله اللي ما فيش واحده يعني ما قبش معايا ونفخ، ما شاء الله كله نفخ بالشكل ده. بصوا ما شاء الله. مع كل مرة بقى انتي هتحطي بقى فيها العجين يعني من مرة لمرتين كده، ابدأي امسحي بس الطاسة بمنديل عشان خاطر الدقيق اللي بيقع بس بيبدأ يغمق ازاي، ممكن العجين ياخد سواد كده من تحت شوية. فابدأي بس تمسحي الطاسة من كام رغيف لرغيف يعني. بس لونه جميل ازاي، وزي ما قلتلكوا طري وريحته بقى كمان جميل جدا. بيحلو بقى كمان مع الجبن، مع فطار، يعني فول وطعمية، بصراحة بيبقى جميل قوي. معلش انا صورتكم كذا مرة الرغيف وهو بيطلع، بس هو فعلا احساس حلو قوي، فقلت افرحكم معايا يعني. يلا بقى اعملوا لايك ومتابعة القناة وفعلوا الجرس واعملوا شير للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد. بس ما شاء الله جميل ازاي. زي ما قلتلك بأكد على المعلومة دي، خلي النار متوسطة. في اللحظة دي انا جيت اقلبه فاتفتح من جوه، البخار كله طلع على صباعي، فعشان كده بعدت بسرعة، وبعد كده قلت بقى اقلبه بالمعلقة احسن. بس ما شاء الله يعني، عايزه اقول لكم والله سهل قوي، سهل وفعلا ما خدش وقت. وريحه العجين في البيت بيدي ريحه حلوه قوي. بس ما شاء الله نفخ معايا. عايزه اقول لكم فعلا كله نفخ ما شاء الله ما شاء الله. وان شاء الله بردك اي حد هيعمله ويجربه ان شاء الله يطلع معاه بنفس النتيجه دي وبالطعم وبالشكل اللي انتوا شفتوه ان شاء الله. اول ما يبدا ينفخ كله ابداي بقى اقلبيه على الناحيه التانية، يعني خلاص اتاكدتي اللي هو اتنفخ كله ابداي بقى اقلبيه. هو ممكن يقبل لما انت تقلبيه، بس هو خلاص هو ما شاء الله يعني مستوي مستوي وفي نفس الوقت هش من جوه، يعني خلاص هو استوى. اول ما يبدأ ينفخ كله يبدأ يبقى خلاص يقلبيه الناحية التانية. الله على جماله بصراحة. وفي الطاسة ولا حطينا بقى في الفرن ولا سهلت عليكم خالص اهو. اعملي في الطاسة. وعايزة اقول لكم بره بيتباع غالي، العيش اللي هو الشامي اللي باللبن غالبا الكيلو بيتباع منه ب30 جنيه كيلو. فانتي ممكن اصلا تعملي بحوالي كيلو ونص، انا بصراحة ما وزنتوش بس ما شاء الله قطع كمية حلوة من 4 كوبايات، يعني اقل من النص كيلو، او قولي نص كيلو من الدقيق. وزي ما قلت لك مش عندك لبن خلاص اعجني بمية عادي، مش هيقولك لا يعني. بس ما شاء الله جميل ازاي. عشان خاطر نتفادى بقى الحته بتاعت دي ابدأي نفضي بس العجين شويه قبل ما تعمليه. بس ما شاء الله قطع معايا الكميه الحلوه دي. بس لونه جميل ازاي. ما شاء الله جميل جدا، وريحته والله يا جماعه تحفه. وسهل وبسيط. وابدأي بقى اعمليه، ولو عندك بنات كمان علميهم لازم يعجنوا ولازم ياخدوا على العجين، وريحه العجين في البيت بيبقى فيها بركه وبيحسس الاطفال بالفرحه. بس بقى هقطعهولكوا من جوه، انا كان نفسي قوي اقطعهولكوا بايديا كده الاتنين، بس انا طبعا بصور بايد واحده، يعني بصور بايد وبعمل بايد، فمعلش كان نفسي قوي اعمل لكم اللحظه اللي هي اقطع لكم كده بايديا الاتنين وتشوفوا قد ايه هو طري وهش من جوه وجميل جدا. غير بقى العيش خالص اللي احنا بناكله اللي هو الشام اللي بره ده، لا لا ده ما يتسماش عيش بصراحه. بصوا ده جميل وطري وريحته فظيعه حلوه قوي. بصوا ما شاء الله مفرغ ازاي.
وزي ما قلتلك كله هيقب ان شاء الله معاكي، لو اي حد جربه كله هيقب معاكي ان شاء الله. انا حاولت احطها كده احطها كده، هي برضك معكساني، وفي الاخر بقى الحمد لله ظبطت يعني. بعد ما خلصته بقى مسكته وكيسته بالشكل ده، وابدأي بقى شيلي في الفريزر لرمضان، كل سنة وانتم طيبين. الافطار طلعي بقى على حسب ما احتياجك يعني. يلا كل سنة وانتم طيبين، تحفة جدا.